أغدا ألقاك ليست مجرد قصيدة، بل وعد كتب بالحبر والدمع معا. في خمسينيات القرن الماضي كان هناك شاب سوداني يدعى الهادي آدم، جاء إلى القاهرة ليدرس الأدب في جامعتها، حاملا معه حلم الكلمة وقلبا يؤمن أن الغد سيحمل لقاء ما. وهناك لم يلتقي بفتاة عادية، بل بحبه الأول، فتاة مصرية أحبها حتى الجنون. تواعدا على الزواج بعد التخرج، وكان يؤمن أن الغد سيكون لهما. لكن حين ذهب ليطلب يدها كان الرفض قاسيا. والدها رفض تماما أن يزوج ابنته لشاب غريب عن الديار. حاول الهادي كل الوساطات، باءت كلها بالفشل. عاد إلى السودان مكسور الخاطر، يرافقه صدى صوتها وصورتها في كل ظل وكل نسمة. ابتعد عن الناس وجلس تحت شجرة جعلها ملجأه من الدنيا. وفي يوم لم يتوقعه جاءه خطاب منها، كانت كلماتها كالنور بعد العتمة: أبي وافق أخيرا على زواجنا. طار من الفرح، لم يصدق نفسه. حجز أول طائرة إلى القاهرة في اليوم التالي، وبقي طوال الليل ينتظر الغد الذي سيجمعه بها. لكن بينما كان تحت تلك الشجرة غلبه الشوق، فأمسك قلمه وكتب ما في قلبه: أغدا ألقاك. كانت تلك لحظة ميلاد واحدة من أعذب القصائد العربية في الحب، قصيدة حملت في كل حرف نبض الانتظار. وعندما سمعت أم كلثوم القصة تأثرت بها حتى قررت أن تغنيها بصوتها الخالد، ولحنها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، لتبقى أغدا ألقاك ليس فقط أغنية، بل وعدا مؤجلا بين عاشقين لم يجتمعا، لكن جمعهما الخلود في الفن. أغدا ألقاك، أنت يا جنة حبي واشتياقي وجنوني، أنت يا قبلة روحي وانطلاقي وشجوني. أغدا تشرق أضواؤك في ليل عيوني، من فرحة أحلامي ومن خوف ظنوني. كم أناديك وفي لحني حنين ودعاء، يا رجائي أنا كم عذبني طول الرجاء. أنا لولا أنت لم أحفظ بمن راح وجاء. أنا أحيا لغد الآن بأحلام اللقاء.
في غد الآن.